وفاة الحارس الشخصي للملك محمد السادس في مستشفى ابن سينا بالرباط. أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العميد السعيدي سالم عبد الله توفي مساء أمس الثلاثاء بمستشفى ابن سينا بالرباط، متأثرا بجروحه جراء إصابته برصاصة خلال تعرض منزله لمحاولة السرقة يوم الجمعة الماضي، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء. وينتمي العميد سعيدي إلى الأمن الملكي، حيث عمل حارسا شخصيا لعدد من أفراد العائلة الملكية، كما سهر شخصيا على أمن عدد من ضيوف الملك محمد السادس. وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد ذكرت أن شخصين تسللا يوم الجمعة الماضي على الساعة 11 ليلا إلى منزل العميد السعيدي بنية السرقة، مما اضطر هذا الأخير لاستعمال سلاحه الناري، مما تسبب في إصابة أحد المعتدين بجروح قبل أن يتعرض هو الآخر لطلق ناري. وقد تم نقل المعتدي وهو من ذوي السوابق القضائية إلى المستشفى، ولا تسمح حالته الصحية باستجوابه من طرف الشرطة القضائية التي تباشر التحقيق تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، فيما البحث جاري عن شريكه.